لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب، وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي قناة جهينة للتدابير والمطبخ. هيا حبيباتي، قبل ما نبدأ في الفيديو تاع اليوم ما ننساوش الصلاة والسلام على النبي العدنان، نبينا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا حبوباتي، خلوا لي جام، ابوني او كومنتير، وهيا نبداو مع بعضنا في الفيديو تاعنا تاع اليوم. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اول حاجه راح نبارطاجيها معكم اليوم واللي هي لا غوسيت تاع العصبان. كنت ديجا بارطاجيتها معكم، مي هذا الخطره قلت معليش ما عنديش مشكل نعاود نشاركها مع حبوباتي اللي تعم الفائده. شوفوا البنات، اللي هنايا كنت نقيت الكرشه، انا ما نكرطهاش كامل من برا، سينو من الداخل نحي لها هذاك الشحم الزايد ونغسلها مليح، وثان كنت قطعتها بهذاك الشكل كما شفتوا باش من بعد نعمرها ونخيطها. بالنسبه للريه والمصارن كنت نحيت لا كونتيتي اللي نسحقها، اللي رايحه نحشي بها الكرشه ولا نعمر بها العصبان، وكنت غليتها في الماء كما راكم تشوفوا. ما طيبتهاش يعني هذاك الطياب، وشنو غليتها برك باش يسهل عليا التقطيع نتاعها. وهذا مكان البنات كما شفتوا، من كل حاجه كنت نحيت شويه شويه مصارن شويه ريه مام الكرشه، وكنت قطعت منها الداخل. كونسيرنون لا فارس حبيباتي تاع هذا العصبان ولا واش راح نعمروه من الداخل، عندي لهنايا هذا المصارن والريه اللي ديجا كنت قطعتهم معاكم، نزيدوا لهم شويه تاع المعدنوس، وراح نضيف لهم حبيباتي توابل المرق الأحمر واللي هما الثوم مجفف، ولا بودرة الثوم، فلفل كحل، فلفل عكري، شوية كمون، شوية راس الحانوت، يعني كامل لي زيبيس مخلطين معاهم حتى شوية نعناع يابس. لهنايا كنت زدت لهم غرفة كبيرة من معجون الثوم، ودرت حبة متوسطة تاع بصل كنت رحيتها في الأشوار. ولهنايا عندي هذا البول تاع الرز، نورمالمون يكون كاس ونص، زوج كيسان يكونوا شوية صغار، وملحتهم. وما ننساوش العصبان يحب النعناع اليابس، اللي هنايا كنت درت كمية محترمة كما شفتوا، نحكها بين يديا وباش نحي كامل هذوك المطارق اللي يكونوا في النعناع. وهذه هي الحشوة حبيباتي. انا لهنا راح نزيد لها شويه من التوابل، برك حسيتها قليله، وراح نزيد لها ثان الزعفران باش لهذه الحشوة تجيني لا كولور نتاعها شويه صفراء، يعني صفراء بلاصوص حمراء تجي بزاف هايله. لهنا زدت لها مغرفه كبيره تاع الهريسه ولا تاع الدرسه اللي كنت ديجا خادمتها في الدار، وراني بارطاجيه معكم لا غوسيت. وشوفوا حبيباتي، دوكا لازم تخلطوا بيديكم، ما نسحقش انا هذوك المعيفات لي لا لازم ليكون ولازم تخلطي بالكويير وما على باليش. شوفوا البنه كامل في اليدين، نحاولوا انه ندخلوا كامل هذوك لي زيبيس والثوم والمعدنوس مع الرز ومع الدباره كما شفتوا حبيباتي، نخلطوهم مليح. وبالنسبه للكرشه كنت ديجا خيطتها، شوفوا الله يبارك، شكلتها شغل مخايط كما نقول ديما، كنت عمرتها كما راكم تشوفوا. ما تعمروهمش حتى وين تحسوهم رايح خلاص يتعمروا، لا ديروهم يعني متوسطين، عمروا النص برك. شوفوا حبيباتي، باسكو الروز راهو ديجا ماهوش كامل طايب، رايح يتنفخ ورايحين يعني يتنفخوا رايحين كامل يتعمروا. شوفوا لهنايا بعد ما غلقتها حاولت نمشي كامل هذيك لافارس الداخل، ولهنايا عرفت باللي هذيك الكمية وش تحتاج. كما قلت لكم هذه الكرشة كنت خيطتها من الداخل، كاين اللي يقلبوها ويخيطوها، انا نحب هذه الجهة الحرشة تكون من برا، ما نحبهاش يعني تكون للداخل، وكل واحد والذوق نتاعو.
دوك تجيني واحد الفئة في التعليقات يقولوا إحنا الكرشة نكرطوها دوكا كل منطقة وكيفاش، كيما صحاب العاصمة يحبوا يكرطوها، إحنا عندنا في البيرين ولا في الجلفة ولا في وسارة في هذه المناطق ما نكرطوش كامل الكرشة ناكلوها كيما راهي. لهنا حبيباتي مورما عمرت كامل هذه الكرشات رايحة نخيطهم. وبهذا الطريقة حبيباتي اللي ما عندهاش الإبرة والخيط ولا متحبش تخيط بيهم تقدر تدير الكيردون نورمال، تدير 2 ولا 3 قيس ما تتعمر ومن بعدها تعاود تقلعهم ولا تنحيهم نورمال. وشنو يعييوها لازم الخيط. توجور كي نبارطاجي معاكم هاد لي بلا اللي نحضرهم باغ فيسبوك ولا انستغرام تعليقاتكم على بالكم يقتلوني، ديما تعلقوا واحد التعليقات على بالكم تخلوا الواحد حاير. وحده قالت لي جهينة حبيبتي هذه خيطتيها ولا درتي لها سيزاريان الخيط كامل ما راهوش باين. شحال من تعليق يعني فريمون يضحك. نرجعوا لهنايا لاصوص اللي رايح يطيب فيها هذا العصبان. كنت درت نص حبة بصل، درت معاها شوية تاع المعدنوس وتوابل المرق الأحمر، كنت زدت لها شوية تاع الكمون باسكو في التوابل المرق الأحمر ما كنتش مكثرة، والعصبان ثان يحب الكمون. قليتهم مليح مع بعضهم، لهنا زدت لهم طماطيش تاع الباطا ولا طماط كونسونطري، وكنت زدت لها قوبلي من هاد لا طوماط اللي ديجا كنت خدمتها في الدار وراني بارطاجيتها معاكم بليزيوغ فوا. ونمرقوها بالماء ونرجعوها على النار حتى وين تغلي ونزيدوا لها الحميصة. انا لهنا ما كنتش صورت كيما زدت الحميصة ليسونسيال. هذا الكرشة شوفوا نثقبوها مليح يا البنات باسكو الروز اللي لداخل لازم يطيب، ومن هذوك اللي يدخل رايح يدخل لنا اولا راح تدخل هاد لاصوص باش يطيب وثاني يتشرب كامل البنة. كيما شفتوا حبيباتي اللي هنايا مور ما طابو بعد ما عقدت لي هذيك لاصوص وبعد ما تنفخوا شوفوا الله يبارك جاو بزاف هايلين. اللي هنايا انا كنت زدت معهم لي فريت، قلت لكم خاوتي ما يقدروش ياكلوا ماكله لو كان ما نحط لهمش معها لي فريت. شوفوا ما شاء الله شحال جاو حاكمين رواحهم شحال جاو شابين. دوكا نقسم لكم حبه وتشوفوا يعني يقطروا بالبنه. وكونسيرنون الخيط اللي راهو من الداخل شوفوا ما راحش نحي دوكا حتى وين حبيباتي نكونوا ناكلو جيست بالفرشيطه تجبديه من الطرف يتجبد كامل وراح تتفتح معاكم هاد الحبه فاسيلمون باسكو الكرشه راهي طايبه كلشي راهو طايب يعني تجبدوا هذاك الخيط بظفركم برك رايح يتفتح معاكم. وهذه هي حبيباتي لهنايا بعد ما حطيت هذا العصبان مع لي فريت كنت زدت لهم شويه تاع المعدنوس. وشوفوا ما شاء الله ما ديما نحكي حبيباتي انا ديما كي نشكركم ما كلتي تبداو لي في لي كومونتير حوحو شكر روحو تما نسكت ونخليكم نتوما تشكروا لي الطياب نتاعي. راح اخليكم حبيباتي مواقع التواصل الاجتماعي نتاعي كامل في صندوق الوصف فيسبوك انستغرام وتيك توك. ان شاء الله تابونيوني ثم راني اكتيف توجور يعني 24 ساعة أحسن من اليوتيوب اللي هنا راني قليل وين نبان معاكم مرة أو مرتين في الأسبوع بالأكثر. وشوفوا لي البنات هذا العصبانة بعد ما فتحتها من الداخل شوفوا الله الله هذاك الروز كيفاش راهو مزربع وكيفاش اللون تاعو. أنا نحب هكا يكون شوية صفر مع لاصوص حمراء ماشي كل شيء أحمر أحمر. المهم ما عادي ما نحكيكم بنة وحدها. إن شاء الله تجربوها وتبعثوا لي تطبيقاتكم كيما داروا بعض من أموراتي. بعثوا لي تجربة الكوسة المحشية وثان الميني بيتزا إن شاء الله راح نبارطاجيها معاكم في المنتدى. ونمر حبيباتي باش نحضروا مع بعضنا هذه التحلية واللي هي تحلية الفراولة. على بالي راح تعجبكم وإن شاء الله كامل تجربوها. شوفوا لهنايا أول حاجة راح نديروها واللي هي نقطعوا هاد لي فريز ومن بعد كما شفتوا نقطعهم بهذه الطريقة باسكو راح نحتاجهم في الطبقة الأولى. وكما شفتوا حبيباتي هذه هي الفراولة مور ما قطعناها دوكا راح نحطوها في ليفيغين راح نديروها في الطبقة الأولى. أنا لهنا كنت استعملت معاكم هذا الكيسان وكل واحد يدير الكوب ولا الكاس اللي توفر عنده. اللي هنايا كما شفتوا كنت درت تقريبا 2 مغارف من هذه الفراولة
ونمر حبيباتي باش نحضروا هذيك الطبقة اللي رايح نزيدوها على الفراولة. لهنايا عندي نص لتر تاع الماء، كنت زدت لها 4 مغارف ولا 5 تاع السكر، وكنت زدت لها 2 علب صغار تاع فلان بذوق الفراولة. نخلطوهم بارد في بارد ونديرهم على النار حتى وين نشوفوا انه هذا الخليط تاعنا بدا يغلي، ومن بعد نبردوه شوية برك بالغراف ونحطوه في هذا الكيسان اللي رايحين نقدموا فيهم. انا بردته شوية برك، يعني ما خليته شوية ياد، ما خليتوش بارد بزاف. وشنو حبيباتي باش ما يطردقوليش هاد لي فيغين ولا هاد الكيسان اللي راني دايرة فيهم الكمية، نحاولوا ما نكثروش. ما ننساوش انه مازالت لنا طبقة واحدة اخرى. هذه هي حبيباتي، نعمر كامل لي فيغين كما شفتوا ونديرهم في الفريجيدار ونخليوهم يبردوا حتى وين نشوفوا انه هذه الطبقة جمدت وحكمت روحها باش نروحوا نوجدوا طبقة ثانية. لهنا كما كنت تشوفوا راح نوجدوا مع بعضنا طبقة ثانية. وش نحتاجوا فيها؟ عندي 2 مغارف كبار تاع المايزينا، 5 مغارف سكر، نص لتر تاع الحليب، نخلطهم مليح كما كنتم تشوفوا. لازم هذيك المايزينا تتخلط، ونزيدوا لهم 2 علب من الفلان بذوق الفانيليا، 2 علب صغار. انا وليت نستعمل هذا الفلان الصغير احسن من هذاك اللي يجي مع الكراميل. نحاولوا نبردوا هذا الخليط مليح، وبلا ما ننساو البنات وحنا حاطينه على النار لازم التحريك المستمر. لهنايا مور ما حسيت انه بردت شوية باش الطبقة اللي تحتها كما نقولوا ما تزلقش ولا باش ما تنطلقش. المهم نعمروا هاد لي فيغين ومن بعد ندخلوهم للفريجيدار ثاني باش يحكموا روحتهم. حاولوا انكم ما توسخوش لي فيغين باش ما تعياوش في المسيح نتاعهم. انا ديما نقولها باسكو الوقت اللي نخسروه وحنا نمسحوه ندوه وحنايا نسيسوه باش ما نوسخوش الاطراف تاعهم. لهنا البنات بعد ما كنت دخلتهم للفريجيدار وحكموا روحتهم، راح نزينهم بنص حبة تاع الفراولة كما شفتوا بهذا الطريقة، وجات ما شاء الله جات هايلة وبنينة، تقدم باردة. وهذا ما كان حبيباتي، كانت هذه هي التحلية تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. وماذا بكم حبيباتي، اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا تاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي جام، ابوني او كومنتير. نحبكم متهلاو في روحتكم، وكانت معكم جهينة من قناة جهينة للتدابير والمطبخ. نخليكم لي ريزو سوسيو تاعي كامل، ادخلوا ديروا لي ابوني وسلام. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا